السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن كل اخبار الدوري المصري، والنهارده برضه هنتكلم عن صفقة ايبوكا اللي هل ممكن يروح الزمالك ولا لا، وهنتكلم مع بعض باخر الاخبار، وهنتكلم برضه عن اخر اخبار صفقات النادي الاهلي. بس قبل ما نبدا يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، تعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نخش على الفيديو. هنبدا كده على طول باخبار النادي الاهلي. نبدا كده باول حاجه، وهي هنتكلم طبعا عن مباراه نادي سموحه. محمود متولي هيقدر يشارك في مباراه سموحه، هيشارك بشكل طبيعي جدا بسبب ان هو خد انذار، وهو هيتوقف بس في الدوري مش في كاس مصر. كاس مصر ده بتاع النسخه اللي فاتت، فاي حد خد طرد الماتش اللي فات او انذار الماتش اللي فات مش هتحسب في كاس مصر، هيلعب بشكل طبيعي جدا. الوقت ياسر ابراهيم هيغيب قد ايه؟ ياسر ابراهيم من اسبوع ل 10 ايام. هيلحق ماتش الزمالك؟ لا، ماتش الزمالك ياسر ابراهيم خارج حسابات النادي الاهلي في ماتش الزمالك ده خالص. الحاجه الثانيه، كولر عاوز خلاص بقى يشارك بمحمد كريستو، وعاوز يشارك في حال عودة بيرسي تاو قبل مباراة نادي الزمالك او في مباراة سموحة. بيرسي تاو هيبقى المهاجم الاساسي للنادي الاهلي سواء في مباراة سموحة او مباراة الزمالك. وفي حال لو بيرسي تاو مش جاهز لمباراة سموحة، هو هيبقى جاهز لمباراة الزمالك بشكل طبيعي، هيبدأ بكريستو مهاجم بشكل طبيعي. طب كهربا اللي شال من عليه العقاب ويقدر يشارك مع النادي الاهلي لحد اللحظه دي، كولر عاوز يشاركه في اسرع وقت في المباراه القادمه قبل كاس العالم. ورا كاس العالم اتعملت امبارح، ونزلت انزل لكم البوست، فانا اسف. كاس العالم الاهلي في طريقه ريال مدريد في حال صعوده الى مباراه نص النهائي. بالتوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله البطوله دي تبقى من نصيب النادي الاهلي. نكمل بقى كده في موضوع كهربا. زي ما احنا قلنا ان كولر خلاص عاوز كهربا يشارك معاه في المباراه القادمه، وبنسبه كبيره كهربا هيكون متواجد مع الفريق في مباراة سموحة القادمة اللي هي يوم الاثنين القادم. وبنسبة كبيرة هنشوف كهربا يشارك مع النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا، بس بنسبة كبيرة هيكون في الشوط الثاني مش في الشوط الاولاني. طبعا احنا عارفين اللاعب بقاله 6 شهور غايب، فالعودة اكيد هتبقى بديل، يعني هتبقى احتياطي وهتنزل في الشوط الثاني وهكذا. طب قفشه هل هيشارك مع الاهلي في مباراة الزمالك؟ هيشارك بشكل طبيعي جدا، وهيشارك في التدريبات امبارح وخد 20 غرزة. الف سلام عليك يا قفشه، وان شاء الله تبقى بسيطة. وهو هيشارك مع النادي الاهلي في مباراة سموحة بشكل طبيعي، وهيشارك كمان مع النادي الاهلي في مباراة الزمالك بشكل طبيعي ان شاء الله. النهارده الاهلي اتدرب بشكل طبيعي استعدادا لمباراه سموحه يوم الاثنين القادم. هتلاعب موسم قوي زي ما احنا قلنا، وهتلاعب مدرب قوي زي الكابتن طارق العشري. توفيق للنادي الاهلي، هتبقى مباراه صعبه ان شاء الله. الاهلي يكون في النهائي ويكون اول الصاعدين لمباراه النهائي. على الجانب الثاني بقى، نادي الزمالك عنده مباراه كبيره جدا مع نادي بيراميدز، اللي احنا هنتكلم بقى عن نادي الزمالك. يلا بينا ننتقل لنادي الزمالك، علشان في كلام كتير جدا على رحيل فيريرا، وهل هو يستمر مع النادي ولا لا. فيريرا قدامه فرصتين علشان يستمر مع نادي الزمالك بشكل طبيعي جدا. الفرصه الاولى ان هو يفوز على نادي بيراميدز يوم الاثنين القادم عشان يستمر مع النادي بشكل طبيعي. الفرصه الثانيه ان هو يفوز على الاهلي او يعمل نتيجه ايجابيه قدام النادي الاهلي. في حال لو الزمالك خسر من بيراميدز، فيريرا هيستمر مع النادي بشكل طبيعي وهيرحل بعد مباراه النادي الاهلي. طب لو كسب بيراميدز وخسر من النادي الاهلي، هيبقى في كلام فيريرا هيبقى بنسبه 90% خارج نادي الزمالك. طب في حال بقى لو هو خسر المباراتين، فيريرا هيرحل بشكل نهائي عن نادي الزمالك يوم 21 بعد مباراه الاهلي والزمالك بشكل طبيعي جدا. بكده مصير فيريرا مع نادي الزمالك. نروح بقى كده نتكلم على ابراهيم ده خلاص رجع من الاصابه بشكل طبيعي، وهيشارك مع الزمالك في المباريات القادمه. وفي فرصه لابراهيم داي اللي هو يثبت نفسه امام الجميع ان هو لعيب كويس جدا في نادي الزمالك. وعلى فكره ابراهيم داي يعني لما كان في وادي دجله، انا كنت متابع وادي دجله لما كان موجود في الدوري المصري. لما كان في وادي دجله كان مكسر الدنيا، بس هو لعيب كان كويس جدا، وكان معروض على الاهلي تقريبا فتره من الفترات من 2017 تقريبا كان معروض على النادي الاهلي. طب في حال بقى لو هو ما اثبتش نفسه كده، ابراهيم داي خارج نادي الزمالك بشكل نهائي، وهو قدامه فرصه ليثبت نفسه قدام الجميع ان هو لعيب كويس جدا. طب بالنسبه لسامسون خلاص بنسبه كبيره هيكون خارج نادي الزمالك، لا اما في الصيف لا اما حاليا في الشتاء. خش بقى كده على يوسف اوباما رحل خلاص رسميا عن نادي الزمالك الى الحزم السعودي او ابها السعودي. لحد دلوقتي مش متاكد هو هيروح فين، لكن هو هيحترف في فرقه في السعوديه. بالتوفيق يا يوسف. نخش كده على صفقه جون ايبوكا، وهل هيروح نادي الزمالك ولا لا. هنبدا كده على طول من البدايه خالص.
من اول ما الاهلي والزمالك بعتوا عرض رسمي. الاهلي والزمالك كانوا بعتوا عرض رسمي لسيراميكا كليوباترا في اول يناير، كل واحد بعت بالسعر اللي هو عاوزه. سيراميكا كليوباترا علت السعر ل 35 مليون ل 40 مليون جنيه مصري. النادي الاهلي اولا انسحب كده عن الصفقه، بعد عن الصفقه خالص، قال لك ده مبلغ كبير في لاعب زي ده. ونادي الزمالك ايضا بعد عن الصفقه، ولكن خلال الايام اللي فاتت في تدخل قوي من نادي الزمالك على صفقه جون ايبوكا. نادي الزمالك بعت 25 مليون جنيه، زائد كمان لو سيراميكا كليوباترا عاوز اي لعيب اعاره ليكون صفقه تبادليه. الزمالك برضو قدم مع 25 مليون جنيه، قدم سامسون لنادي سيراميكا، لكن الكابتن احمد سامي المدير الفني رفض دخول اي صفقه تبادليه في الصفقه، وخصوصا سامسون. في كلام برضو اتقال ان الزمالك قدم مع المبلغ عمرو السيسي لمدة 6 شهور مع لعيب شاب لإكمال صفقة جون إيبوكا، لكن الكلام ده طلع غلط تماما. طبعا الزمالك صعب يستغنى عن عمرو السيسي، لأن عمرو السيسي طبعا زي ما احنا عارفين لعيب كويس جدا، والزمالك محتاجه في نص الملعب. طب الكلام الرسمي حاليا جون إيبوكا في الزمالك لحد اللحظة دي مفيش أخبار رسمية أكدت إن جون إيبوكا وقع العقد انضمام لنادي الزمالك، لكن خلال 48 ساعة هي اللي هتحسم جون إيبوكا لاعب في نادي الزمالك ولا هيكمل مع سيراميكا كليوباترا. دي كده قصة جون إيبوكا. النهارده برضه الزمالك اتدرب استعداد لمباراة بيراميدز يوم الاثنين القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. مباراة قوية جدا على فيريرا، وهي اللي هتحسم فيريرا هيمشي ولا هيستمر. وشارك برضه عبد الله جمعة واحمد بالفتوح، وابراهيم عنداي شارك بشكل طبيعي جدا في التدريبات. وبرضه فيريرا ادى حصه تدريبيه على ضربات الجزاء، لان طبعا احنا عارفين يوم الاثنين القادم هيبقى في الماتش هيبقى فيه ضربات جزاء في حال تعادل الفرقتين في الوقت الاصلي والوقت الاضافي هيتجهوا على طول لضربات الجزاء. ودي كده اخبار نادي الزمالك. تروح بقى نقول كده ترتيب الدوري المصري بعد الاسبوع ال 13. المركز الاول النادي الاهلي برصيد 31 نقطه، المركز الثاني فيوتشر برصيد 27 نقطه، المركز الثالث الزمالك برصيد 26 نقطة، المركز الرابع بيراميدز برصيد 24 نقطة، المركز الخامس المقاولون العرب برصيد 21 نقطة، المركز السادس غزل المحلة برصيد 21 نقطة، المركز السابع الاتحاد السكندري ب 19 نقطة، المركز الثامن المصري بورسعيد 18 نقطة، المركز التاسع أسوان 17 نقطة، المركز العاشر سيراميكا كليوباترا 16 نقطة، المركز ال11 فاركو ب 13 نقطة، المركز ال12 سموحة ب 13 نقطة، المركز ال13 طلائع الجيش 13 نقطة، المركز ال14 بنك الأهلي 12 نقطة، المركز ال15 حرس الحدود 11 نقطة، المركز ال16 الداخلية ب 10 نقاط، والمركز ال17 انبي ب 10 نقاط، المركز ال18 الإسماعيلي 7 نقاط. وبكده كده وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا مع السلامة.